باغي دوز لي سبيتس هاد العام. الطريقه اللي كتقرا بها هي المعيار الاساسي اللي كيحدد واش غادي تدخل لي سبيتس ولا لا. انا عندي لك شي حاجه غادي تحفزك. راه المباراه ماشي مستحيله، ولكن كاينين تفاصيل صغيره الى المترشح ما خداهمش بعين الاعتبار كون على يقين انه صعيب ينجح في المباراه. اول حاجه خصك تعرفها هو ان المباراه ديال لي سبيتس هاد العام غادي تجرى يوم 25 و 26 يوليوز 2026، وعدد المقاعد المفتوحة هو 4985 مقعد على مستوى معاهد المغرب كامل. يعني أن المنافسة شديدة، ولكن إذا كانت عندك خطة مدروسة فأكيد غادي تكون إن شاء الله من الناجحين. طريقة الانتقاء طبعا ما كتكونش بازي سور لا موين جينيرال ديال البكالوريا، وإنما من خلال المعدل اللي كنحسبوه ب 75% من نقطة الامتحان الوطني زائد 25% من نقطة الامتحان الجهوي. طبعا في المباراة كاين اختبار كتابي اللي تيكون فيه جوج ديال المواد، مادة علمية ومادة الفرنسية. المواد العلمية طبعا كتكون يا إما علوم الحياة والأرض، يا إما الفيزياء، يا إما الكيمياء، على حسب التخصص اللي اختاريتي. ومعلومة مهمة رد لها البال، راه إلا عندك قل من 5 على 20 في واحد المادة كتعتبر اوتوماتيكمون اكسكلو من المترشحين. إلا نجحتي في الامتحان الكتابي كتدوز مباشرة لواحد تيست دادابتاسيون اللي كيكون امام واحد اللجنه مختصه باش يديروا واحد التقييم لمدى الاهليه ديالك باش انك تدخل لهذا التخصص. البرنامج الكامل شنو خصني نقرا باش ننجح في المباراه ديال لي سبيتس؟ هادو جميع الدروس اللي خصك تراجع في ماده علوم الحياه والارض، وهادو جميع الدروس اللي خصك تراجع في ماده الفيزياء وكذلك ماده الكيمياء. دابا عندي الدروس، عندي الامتحانات السابقه، كيفاش ندير واحد الخطه اللي كنظم بها الوقت ديالي. غادي نقسم المراجعه لثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى اللي هي الاساس هي فهم الدروس، فما تحاولش تحفظ الدروس وانما حاول تفهم الدروس خاصه في المواد العلميه، فمن خلال الفهم غادي تكون قادر على انك تجاوب على لي كيو سي ام. غادي خصك طبعا تفهم المفاهيم وتفهم العلاقات. هنا كتجي المرحله الثانيه هو التطبيق المباشر. ملي كنفهم كنمشي كنخدم لي كيو سي ام مباشره، واخا تحس براسك مازال ما كملتيش الدروس، حيت من خلال التمارين غادي تعرف شنو هما نقاط الضعف ديالك وشنو هما نقاط القوه ديالك. هنا كتجي المرحله الثالثه طبعا اللي من خلالها كنعرف شنو هما الاخطاء ديالي. هذا هو السر اللي بزاف ديال المترشحين كيضيعوه. فإلا غلطتي كنسول راسي واش ما فهمتش الدرس، واش السؤال كان فيه فخ وقعت فيه، ولا جاوبت بسرعه. وكون على يقين ان هذا التحليل غادي يخليك تفهم بشكل سريع وتطور بشكل اللي هو اكبر. فتعلم مزيان انك تحلل التمارين عوض انك تحلهم. الخطا الاول اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال المترشحين هو جمع الملفات. كيجمع لي ريزومي، كيجمع لي كوريكسيون. فراه واخا يكون عندك 100 ملف الا ما خدمتيش بهم راه ما غاديش ينفعوك. طبعا اهم حاجه هو الخدمه الفعليه للمحتوى ديالي. سي لا كاليتي كي كونت وماشي لا كونتيتي. الخطا الثاني هو انني نقرا الدرس مره واحده ونقول صافي راه فهمته. فالتكرار هو واحد لا كومبيتونس مهمه جدا في فهم الدروس. وطبعا غادي تفهم الدرس مزيان من خلال الحل ديال واحد المجموعه ديال التمارين. كنمشي كنشوف لا كوريكسيون وما كنرجعش نعاود نحل السؤال، وكيدوز للتمرين الثاني مباشره، وهذا خطا. فاللي خصني ندير انني خطات كنشوف لا كوريكسيون كنعاود نحل داك التمرين باش هذيك العمليه ترسخ ليا في دماغي. والخطا الرابع والاخير هو المقارنه ديالي مع الاخرين. تنقول هذاك راه بدا قبل مني، هذاك راه قاري احسن مني. واللي خصك دير هو ان تقارن راسك براسك، شوف المستوى فاش كنتي والمستوى فاش وليتي. بكل بساطه الا بغيتي تفهم المواد العلميه واللي هي المواد الاصعب، بدا بالفهم ديال الدرس اولا، يعني الشق النظري، من بعد دوز للتطبيق، يعني دير الحل ديال واحد المجموعه ديال التمارين، شوف لا كوريكسيون وعالج الاخطاء ديالك. وترتيب التمارين طبعا بدا من السهله عاد الصعبه، وتكرار الاخطاء. راه كل خطا كديرو فهو فرصه للتعلم. هذا الفيديو هو الحلقه الاولى من سلسله النجاح في المسيره المهنيه اللي غادي نبدا ان شاء الله في القناه ديالي. غادي نبدا فيها الشرح المفصل لجميع الدروس في كاع المباريات، لي كيو سي ام ولا كوريكسيون ديالهم، وطبعا اسرار النجاح في الامتحان الكتابي وفي المقابله. فإلا بغيتي تكون مستعد وتبدا من الان، دير لايك الفيديو واشترك في القناه باش يوصلك الجديد، وخلي لي في التعليق شنو هي الحاجه اللي كتلقى فيها صعوبه في المباريات باش ان شاء الله باذن الله تكون اول حاجه نبدا بها الفيديو الجاي. كنتمنى لك التوفيق. السلام عليكم.